قبل رمضان شعبنا وكلنا فسيخ، وبعد العيد يا دكتور انا عايز اكل فسيخ، تاكلي فسيخ في الحمل ولا لا؟ العيد قرب ونفسك تاكلي فسيخ، وطبعا الفسيخ والحمل دونت ميكس. لتاني مره موسم الفسيخ انتشر وبدا. لو انت حابه تاكلي فسيخ في العيد ركزي في البوست ده. بصي انا بحب الفسيخ ومقدر اللي انت بتقوليه، ولكن الفسيخ والرنجة اثناء الحمل ليهم اضرار كبيره جدا. اضرارهم دي زي ارتفاع كبير في ضغط الدم بسبب كميات الملح الكبيره اللي فيه، تورم الايدين والرجلين بسبب احتباس السوائل داخل الجسم، وزياده الملح ده كله وترسبه في الكليتين اللي ممكن يعمل التهاب في مجرى البول وصديد. من اخر الحاجات واصعبها هو ارتفاع ضغط الدم وارتباطه بتسمم الحمل، واللي هو خطر جدا على حياه الام والجنين. طب والرنجة يا دكتور، هل الرنجة هي نفس ضرر الفسيخ ومضره للحامل؟ على الرغم من الفسيخ والرنجة هم ولاد عم، هم نفس العيله تقريبا، ولكن الرنجة ليها طريقه في التمليح والتخزين اقل سميه من الفسيخ، وده طبعا ما يمنعش ان فيها نسبه املاح عاليه، وده طبعا ممكن يؤدي لارتفاع ضغط الدم. عشان كده لو نفسك فيها ممكن ناكل قطعه صغيره بس مش اكتر. في عندنا جزء من الحوامل ممنوعين من اكل الفسيخ والرنجة تماما، اللي عندهم قلب واللي عندهم امراض في الشريان التاجي، اللي عندها مشكلات صحيه في مجرى البول والتهابات بوليه متكرره، مريضات الضغط ومريضات امراض الكلى، اللي عندها مشاكل في حوض الكلى، ومرضى الكلى المزمنين. لو عندك قبل كده تاريخ طلق مبكر او طلق منذر برضه ممنوع عنك الفسيخ والرنجة. فلو انت حامل حافظي على نفسك وطفلك وما تخاطريش بيهم، والعيد اللي جاي كل اللي انت عايزاه براحتك لما تقومي بالسلامه.